طب يا جدعان النهارده نزلت بحري عند اشهر واحد بيعمل حواوشي ومشويات في اسكندريه كلها. جاهزين للتجربه؟ يلا بينا. وهنا كان لازم اطلب شوربه البار والديناميت دي، اعصر عصره الليمون وخش على الحمام ودي يا ريس. والله العظيم عظمه. انزل بالسلطات والمخللات والتوميه والطحينه ودي. تاخد منه حته كده تفتكر على طول. وقلب بقى من الشوربه هنودي باور طبيعي. وندخل على الحلويات اللي انا جاي لها مخصوص اصلا، حواوشي ده الصدق، ويلا بينا ندوق مع بعض. يا جمال وجمال. صدق بيدوب يا جدعان ما شاء الله. ايه الحكومه عايزه تتطلع. خش على اللحم. وزي ما انت شايف رغيف العيش باللحمه عامل ازاي، بص الاطراف طالعه ازاي مقفوله ازاي، بص الحشو. نسمي بسم الله وندوق. اللحمه بالنسبه لي افضل من الصدق بجد اعتمد ده. بص هو محمد حامد مش محتاج ريفيو، هو الاكل وصل لنا سخن، سلطات هنا هنجربها معاكم. وانزل يا باشا على التوميه الحلوه الجميله ودوق. توميه يعني التوميه ما كانتش بالنسبه لي قد كده، بس نجرب الطحينه. نجرب الطحينه. محمد الطحينه صراحه اللقمه جامده يا جماعه ما شاء الله. تجربه محمد حامد في بحري ما شاء الله تجربه تستحق التجربه مره واثنين وثلاثه. محمد حامد اسكن انا ليا كومنتات الصراحه. الشوربه المفروض يزودوها اكتر من كده لان هي بتخلص بسرعه. الحواوشي نفس الوضع، ده العيش باللحمه برضه بيخلص بسرعه، فمحتاجين احنا بالنسبه لنا نزود الحجم. ما شاء الله تجربه ممتازه انصحكم بيها في بحري في وش اوت فاروق بالظبط. ما تنسوش اللايك والفولو واستنونا في فيديو جديد.